بسم الآب والابن والروح القدس الله واحد آمين. معاكم الأخ كامل مسعود خادم للإنجيل. طلب مني أقول جزء من اختبار اللي أنا ما أقدرش أقوله كله لأنه بيزيد عن ساعة ونص، لكن أوعدكم في مرة تانية هقوله كامل على القناة بتاعتي، لكن عشان طلب مني فأنا هحاول أقول لكم المختصر لأجل فائدتنا كلنا. أنا حصلت معي ظروف أدت إلى فقد نظر. مشيت مع الأطباء فترة طويلة وكانت النتيجة مفيش رجاء. بعد عمليات عند أكثر من دكتور أدت إلى فشل عمليات، وكان الفشل من الأطباء، لكن في الآخر أنا عرفت إن دي مشيئة الله. قعدت في البيت حزين ورافض ربنا لحد 8 سنين. شتمت ربنا لأن كان عندي معرفة قوية بالله، معرفة عقلية، لكن ما كانش معرفة اختبارية. ورفضت الله من حياتي وتعرضت لعمليات انتحار كتيرة، والرب اتدخل في كل مرة أنقذني منها إلى أن جت سنة 86 آخرها. حصلت نهضة عندنا في الكنيسة الرسولية اللي هي قريبة من بيتنا، فكان المدعو عليها أخت اسمها مناجي من مصر، وكان معاها جسيس اسمه فاروق. كان لسه ما جسيس، كان راعي الكنيسة الرسولية في صمود قبل ما يبقى راعي الكنيسة. وكان معاه جسيس الكنيسة الرسولية بتاعتنا في مير اسمه يوسف عبده، راح السما. فكل يوم بدخل الشارع بتاعنا يجمع السيدات اللي ما بيروحوش الكنيسه بالليل، يعملوا لهم اجتماع في بيت عمي، فيعدوا عليا وانا قاعد قدام بيتنا: نشوفك الكنيسه لازم اكون حاضر، بس انا مش هروح ولا عاوز ربنا. فاتضايقت بكلمه حاضر ما نفذش، وندهت عليهم جوه بيتنا قلت لهم مش عاوز حد يقول لي تعالى روح الكنيسه تاني، اروح ربنا اقول لهم الشاكين عمتني ربنا بتاعكم انا مش عايزه، خلوه لكم. وبعدين انا يعني انتم الوحيد اللي قاعد لكم في المير، لما تخلص ما تروحوا لغيري. فردت الاخت اللي من مصر دي قالت هتيجي الكنيسه والرب يتعامل معاك وهتخدم الرب. قلت لها مين اللي بيقول كده؟ قالت الله اللي انا بعبده والمسيح اللي انا بخدمه يقول كده. قلت لها طب قول المسيح بتاعك اذا كان يقدر يقنعني يوديني الكنيسه اللي بينه وبينها 65 متر، بين بيتنا والكنيسه 65 متر. قالت لها هتيجي. المهم خلصت سنه 86. في بدايه 87 جابت اخ اسمه فتحي فؤاد منطمه في مصر، امه مشهوره كانت خادمه اسمها ام فتحي. قالت له راح فين يا فتحي بعد عيد؟ قال لها راح مير. قالت له طب في اخ اسمه كامل مسعود. المهم كلمته، فلما جه مير راح بيت السكرتير حط له يتغدى، قال له عاوز ازور الاخ كامل مسعود. قال ما عندناش حد في الكنيسه بالاسم ده من الاخر. عندنا شاب فقد نظر من فتره، يمكن لو مات كنا نسيناه، لكن هو بما انه عايش بنتذكره كل وقت، وده مزعلنا كلنا وكده. فقال طب عاوز ازور. المهم جه دارنا في البيت، هو شاب اسمه سامح معروس من بلدنا من شارعنا، ده كان زميل دراسه ويدي قرابه من بعيد ليا. حاول سامح يوديني الكنيسه، كان راح الكويت ونعمه الله افتقده، فحاول يوديني الكنيسه لمده شهر اللي كان جاي اجازه ما قدرش، لغايه ما قال لي انت مش عاوز تروح؟ قلت له مش عاوز، ما اقدرش امسك ايد حد وامشي في الشارع. قال اجيب لك عربيه كل يوم تدخل بظهرها لغايه ما يبقى باب العربيه قصاد باب بيتكم وتركب جوه. قلت له لا. طب تطلع من بيتكم راكب حماره؟ قلت له برضه لا. طب تركب على كتافي؟ برضه قلت له لا. ريح نفسك، انا لا عايز ربنا بتاعكم ولا عاوز اروح كنايس. فالمهم سامح جاب الاخ فتحي ده، انا قاعد فوق بسمع ماتش، امي فتحت الباب لما خبطوا دخل وقعد على الكنبه من جوه الباب، فبيقول لاخي فتحي نشوفك الكنيسه. قلت له اه ان شاء الله هاجي. انا طبعا عشان اكروته وما اطلع كامل ماتش. فسامح قال لي بتضحك علينا؟ قلت له لا عشان خاطر الجديد ده. المهم انا واقف هم قاعدين، فالاخ فتحي بيقول اتفضل ممكن تقعد جنبينا. قلت له لا اتفضل كمل. راح مد ايده وراح مقعدني، قاعد اقول المسيح بيحبك. كل اللي بيقول انا عارف، انا رحت كنايس كتير وحافظ كتير وفاهم كتير لغايه ما ضيع وقت الماتش. المهم قام مشي، فقال ان شاء الله هتيجي الكنيسه. قلت له ان شاء الله. انا قلت في الاول ايوه. فسامح قال لي اجي لك انا؟ قلت له الاخ فتحي قال اجي لك انا؟ قلت له لا ابعت لي سامح. الباب خبط الساعه 7، بقول مين؟ سامح قال لي الكنيسه. قلت له مين قال لك اروح؟ قال لا هبعت لك الاخ فتحي. قلت طب انا لسه ما اتعشيتش الى انتظرك، ما رضيتش افتح له الباب، وكان ياما الشتاء رهيب جدا. كل شويه خلي اخته تبص من الشباك تقول لي سامح لسه واقف، سامح لسه واقف. ساعه الا ربع قلت ما فيش فايده، نزلت له قلت له يا ابني انت لزق، انا جرفت منك، ما مش هروح كنايس. قال لي لا اروح ابعت لك الاخ فتحي. قلت طب انا لسه ما لبستش. قال لي منتظرك. لبست. انا خايف من روح الكنيسه ليه؟ معظم شباب الكنيسه انا كنت معاهم في الكنيسه وبعمل مدارس احد وبشترك في حفلات راس السنه، لكن ما كنتش خلصت. فتهيألي لما يروح هيستضعفوني ولا هيصعب عليه ولا هيبص ببوجهم، فلو حصل كده كانت بتجيني حاله تشنج عصبي وممكن اغيب على الوقت. المهم رحت انا وسامح، قلت له قعدنا على طرف الكنبه من ورا خالص وانت من جوايا، وقبل ما يقف ويختم ونمشي. قال لي حاضر. فعلا عملنا كده. اللي انا خايف منه ما حصلش، لا حد سلم عليه ولا سلمت على حد. جاني سامح تاني يوم، قلت له بعد الاجتماع بساعه وربع يجيني كل يوم لغايه ما يمشي الاخ فتحي ده. فعلا استمرت. مش الاخ فتحي، جاء جسيس جديد للكنيسه اسمه يوسف بخيل يرعى الكنيسه.
طبيعته اول ما يخلص العظه ينزل مع المنبر يقعد داخل بنك في البنك اللبناني، اول ما يقف يختموا يروح طالع يقف بره في الطرقه المودي على السيدات والرجاله يسال اي حاجه طلع بره بدري ويسلم عليه. فسالني انا وسامح انت بتطلع بدري ايه؟ قلت له ظروفي. قال احنا بنوزع شيكات، الشيك مش ممكن تصرفه من البنك الا اذا كان مختوم مظاهر يعني، واحنا الشيكات روحيه بنك السماء مش هيصرفها لك الا بدون كلمه امين الفلان. قلت له ظروف. قال انت ممكن ادولك؟ قلت له اه. زارنا في البيت من اول جلسه معايا اجبرني ان انا احب. ابتدى كل يوم القسيس ينزل يولع انوار الكنيسه ويفتح الابواب ويجي يخبط على بيتنا، اخ كميل ايوه يا قسيس عاوز اشرب شاي. هو ما جاش يشرب شاي، هو جاي يساعدني في لبسي وتسريحه شعره، نشرب شاي مع بعضنا واروح. حتى بعد ما سامح مش على الكويت استمريت بسبب حبي لهذا الرجل يوسف بخيل. المهم عدى شهر واحد وشهر اثنين، في اول شهر ثلاثه جاء اخ متناصر اسمه مرقس عبد المسيح. اول ما عرفت ان ده كان غير مسيحي وبيجي مسيحي وعنده غيره على الرب ومفيش بيت وتحرك من كنيسه لكنيسه ومعرض للخطر وترك اهله وترك دنيته وترك حاجات كثيره، ابتدى كل يوم يطلع المنبر يحصل جوايا مساومه. انت زعلان عشان فقدت نظرك؟ كنت تتمنى تفقد نظرك ولا تخسر ابوك وامك واخواتك واهلك وبلدك وشعبك ودنيتك وتبقى معرض للموت زي الراجل ده؟ كل يوم المساومه دي تحصل معايا لمده 15 يوم بتاعت الاخ مرقس. انا القفله اللي جوايا من ناحيه ربنا انفك، لكن برضه ما اتخلصتش. يوم 27/3/87 كان قسيس بيوعظ وقال ايه موجوده في رومية 8:28 ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. انا الايه سمعتها وده بيكون كتب قدامي بحروف من نور. ابتدى الماضي يجيب من ورا، ليه حصل معايا كذا؟ الايه تقول ونحن نعلم، ليه حصل كذا؟ ليه حصل كذا؟ ليه حصل كذا؟ لغايه ما لقيت نفسي هبكي. قلت لا، انا لو بكيت في الكنيسه هيجيني حاله التشنج اللي بيجي لي ورجلي الشمال بالدراع الشمال يتخشبوا. لا، اهرب من الفكره لغايه ما ينتهي الاجتماع. وفعلا روحت البيت حاولت انام الساعه 2 بالليل مش قادر انام، طلعت فوق في اخر دور عندنا فرشت حصير على الارض وانبطحت على وشي وابتديت ابكي بكل قوتي لغايه الساعه 4. لاول مره احس ان البكاء ليه طعم حلو، واول مره احس ان البكاء بيريح. بعد الساعه 4 بقول يا رب هو ده الخلاص ولا ده بسبب ظروفي النفسيه؟ لو ده الخلاص اثبت لي، لو بسبب ظروفي النفسيه خلصني. رحت الكنيسه ثاني يوم، انا قاعد جوال المنبر انا مش شايف حاجه لا ضوء ولا صوره، لان المنبر بتاعنا وراه حته مقوسه كده داخله من وسطنا وطالعه من على الجنب من بره من هنا ومن هنا، مرسوم عليها صوره للمسيح قاعد على كرسي كبير كده، الكره الارضيه على ايده الشمال على صليب بدم، ايده اليمين ماسكه عصايه عكاز، تحت رجليه كام خروف. انا شايف الصوره، انا عارفه وفاكر الصوره دي من ايام ما كنت موصل، ولكن انا في الوقت ده قاعد جوالها لا شايف الصوره ولا شايف الاضواء. فوجئت من اول ما قعدت في بدايه الاجتماع ان في ضوء جاي من ناحيه الصوره وبيدخل في بورتي، لدرجه هيالي ان دي مفتوحه، حطيت ايدي مرتين ما لقيتهاش مفتوحه. الضوء بيدخل بيملى دماغي، الحته الضلمه اللي في دماغي بتمشي منها الضلمه ويجي النور، وفرح بيعبي جوه قلبي لدرجه ما كنتش حامل صدر من كتر الفرح. ده كله استغرق وقت الاجتماع، انا سامع الترانيم والوعظه وكله لكن مش مركز في ده، انا مركز في الضوء اللي بيدخل في ذهني والفرح اللي بيدخل في قلبي. لغايه ما خلص الاجتماع اللي جنبي بيقول اخ كمين قوم هنمشي هنخدم. قمت روحت لاول مره احس ان الشارع اللي انا حافظه بالحته والاصوات بتاعت الناس واسمائهم لكده زي ما يكون كل حاجه جديده، بل بالعكس لو كنت القى حد يمشي معايا على بيوت مير كلها في الليله دي وخبط على البيت كل بيت واقول له انا اليوم مبصر، كنت اعمى والان ابصر. كل اللي كان جوايا راح، التشنج ابتدى ما يجيش، ابتدى يبقى في فرح، ابتدى يبقى في سلام، ابتدى يبقى في حب للرب والكتاب. فهمت قول الله ان الرب سمح لي ضياع نظري عشان يدخل الى حياتي، فكان نظري هو الوسيله اللي دخل بها الرب لحياتي، ولله من كان كل المجد.